بصراحة كده كتير. الزمالك يخسر أمام شباب بلوزداد في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك مش من أبطال أفريقيا، ولا ينفع يتقال عليه بطل أفريقيا، ولا ينفع يلعب في أي بطولة. احنا بصراحة على وشك إن احنا نكره الكورة بسبب الفريق ده. لا فيريرا نافع، ولا أسامة نبيه نافع، ولا الكواليتي بتاع الفريق ده نافع. سكواد فاضي. الزمالك مفهوش لعيبه. الزمالك مفهوش لعيبه عشان مرتضى بيه يفرح بان هو يبيع امام عاشور ب 3 مليون دولار. والله العظيم لو جه فيه 7 مليون دولار، لو 10 مليون دولار، حرام. لان احنا بندور على بطوله، انت بتدور على بطوله، يبقى بتدور على فريق متكامل، فريق محتاج عناصر واقفه على رجليها، فريق محتاج معلمين. معلم، عارف يعني ايه كلمه معلم؟ معلم بلغه الكوره. معلم زي فرجاني ساسي، معلم زي بن شرقي، معلم زي مصطفى محمد، اللي من انصاف الفرص بيحط اهداف. النهارده الجزيري كل ما يستلم كرة في المنطقه يتزحلق ويقع. يعني ما الكرة اللي ما يستلمهاش واقف على رجليه 100%، اول ما يستلم يقع. يا ابني انت بتلعب معانا ولا بتلعب مدافع للفريق التاني؟ يا جماعه حرام، حرام. فيريرا الوحيد في مصر اللي مقتنع بعمر جابر. على ايه؟ انا مش عارف، مش عارف. والله العظيم احنا ما عارفين عمر جابر افاد الفريق في ايه النهارده. انا مش عارف. حتى المعلق بيقول افضل واحد في الفريق بأمارة ايه؟ ضربة جزاء عشوائية، واحد داخل على الكرة بيعمل لي كده. يعني انت واقف في المنطقة، في واحد بيلعب في نادي الزمالك يدخل على الكرة بيعمل كده. طب ما الطبيعي ان هي لو خبطت فينا ضربة جزاء رسمي، عشان نقول الحكم متحامل عليه. لا، ضربة جزاء. ايدك بره جسم. فريق فاضي، فريق الزمالك فاضي. ولو فضل الزمالك على هذا الحال الموسم ده هينتهي بكارثة، كارثة. سواء في الدوري، كل ماتش هنقول دعم محتاجين الدعم. دعم ايه؟ دعم ايه اكتر من 10,000 اللي في الملعب؟ دعم ايه؟ هندعم ايه تاني؟ احنا خلاص دمنا اتحرق. بصراحة الواحد كره الكورة، اقسم بالله العظيم. احنا دلوقتي في ماتشات الزمالك بنتفرج واحنا يعني خلاص. الواحد لو اتعصب خلاص ممكن قلبه يقف ويموت فيها بسبب الاشكال الوسخة اللي في الملعب دي. كده كتير، بصراحة كده كتير. اللي مش قد الفانيلا اللي هو لابسها، اعمل زي اسمه ايه، المغربي اللي جاء عندنا ومشي، اللي زكريا الوردي. قول يا جماعه انا هفسخ عقد وامشي. مش عيب؟ طالما انت مستواك كده، انت مستواك كده ما ينفعش تلعب في فرقه كبير، انت اخرك فرقه صغيره. ومعظم الاشكال اللي موجوده في فريق الزمالك دلوقتي فرقه صغيره. ما ينفعش يلعب في فريق بطل، ما ينفعش يكون فريق بطل بالمستوى ده. اول ماتش على ارضنا احنا نتغلب؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. انتوا مش حاسين بكميه الغضب اللي عندي وكميه الحرقه اللي انا فيها بسبب الفريق ده. حرق دمنا في الدوري، وقلنا مش مشكله الدوري، نقفل صفحه الدوري ونبدا صفحه جديده في افريقيا. لعل الاشكال دي تحس على دمها وتقدر الناس اللي بره في المدرجات، اللي دافعين فلوس ورايحين قاطعين مش مسافه عشان يتفرجوا عليك، وفي الاخر يروحوا مكسورين. كل واحد دمه محروق. كده كتير. احنا لو جوارديولا بيدرب الاشكال دي مش هيعمل معاها حاجه، مش هيعمل حاجه. صدقوني مش هيعمل حاجه، لان ده مستواهم. انت داخل على مريض بتطلب منه ان هو يعني بتقول له قوم شيل معايا الحاجه دي. ما هو ده هو مريض، هو مش قادر اصلا يشيل نفسه. هيشيل لك ايه يا جماعه؟ بصراحه الفريق منهار، منهار. هنستنى اي فوز عشان خاطر نديهم الثقه ما هو الفوز انت اللي هتجيبه مش احنا. هو الجمهور هينزل يلعب؟
انت اللي هتجيب الفوز. لازم تبقى عندك دم، لازم تبقى عندك حرقه الفنانه اللي انت لابسها، للنادي اللي انت بتلعب باسمه، اللي بيصرف عليك وعلى اهلك. يعني انتوا مستنيين دعم ايه تاني؟ انتوا عايزين دعم ايه تاني؟ يعني مثلا محتاجين الفريق اللي قصادكم يسيبوا لكم الجون فاضي وتدخل عشان خاطر تكسب الماتش وتطلع، يبقى انت كده عندك الثقه. الثقه دي انت اللي هتجيبها. لازم تضغط على نفسك. كده كتير والله. لازم كل موسم لازم حسبة بيرما في دوري المجموعات. ما ينفعش ان احنا نكسب الماتشات اللي على ارضنا. انت لو كسبت الماتشات اللي على ارضك يبقى انت كده خلاص حطيت رجل في المجموعه، اول او تاني. انما لازم ندخل في حسبة بيرما كل سنه لازم ندخل في حسبة بيرما. لو فلان كسب او فلان خسر من فلان اتعادل مع فلان، هيدينا الفرصه. طب ما تكسب انت. امال هتعمل ايه مع الترجي؟ هتعمل ايه مع المريخ؟ بصراحه ما يعني الواحد خلاص جاب اخره، ما عادش في كلام يتقال. الفريق ده محتاج فرمطه فرمطه. حرام الناس دي تلعب باسم الزمالك، هيضيعوا تاريخ الزمالك، حرام والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.